وتبدا قصتنا بطفله اسمها يونج، واحده من الناس اللي حظها قليل في الدنيا. فتحت عينها على الدنيا لقت امها بتسيبها، وده لانها مش مرتاحه مع ابوها وعشان كده سابتها وراحت مع عشيقها. ولان يونج حست ان والدتها اتخلت عنها فكسرتها وما فكرتش حتى تترجاها انها تكمل حياتها مع ابوها عشانها. وبعد 3 شهور والدتها تموت، فقابلها جوز امها في الجنازه وقال لها والدتك كانت بتحبك جدا وياما اشتقت لك، بس هي قالت له اشك في كده لانها حست انها اتخلت عنها بسهوله، وباعتها في اول محطه ليها. وعاشت يونج مبسوطه مع ابوها، وكبرت يونج وخرت البنات خرطها وبقت عروسه. وكان اول المعجبين بيها واحد زميلها في المدرسه، وراجع الحبيب قدامها بالورده، بس هي مشيت وسابته قفاي قمر عيش، واتصدم المسكين قلب امه. ويونج ساعدتها تحولت لكآبه، وده لان طول الوقت ابوها بيسافر وبيسيبها لوحدها في البيت، وحتى لما بيرجع بيسودها في وشها اكتر، وده لانه طول الوقت عايز يتجوز، وكل شويه وراها صوره واحده شكل، بس هي طبعا رافضه الكلام ده ومش عايزاه يتجوز، فبتقطع له الصور. لا ومش بس كده، ده كمان بقى مقضيها شات مع ستات من دول تانية. الراجل شكله كبر وتهفف عقله، ولما اكتشفت مراهقته المتاخره فاول ما شافها زعلها على لبسها، ولانها كمان بقت بتتاخر بره البيت فاتخنقت من تحكماته ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. وفي المدرسه اكتشفت ان هم عاملين مسابقه للجري، بس اول ما شافت المسابقه ما اقتنعتش، بلا جري بلا قرف هي ناقصه فرهضه. بس لما عرفت ان المسابقه هتكون بعد المدرسه وان المسابقه دي كمان هتكون مع مدرسه تانية فاتحمست جدا ووافقت. وطلع الحماس اللي كان جواها ده كله بسبب المدرب اللي بيدربهم، وده لانها بتحبه ودايبه في دباديبه. مش عارف ليه دباديبه، بس هي بتتقال كده. فزميلتها قالت لها عيب كده ولم نفسك وابعد عنه لانكم كده هتتفضحوا والمدرسه كلها تعرف، وده لان هم في مدرسه بنات والبنات طبعا كلها مركزه معاهم. والحبيب ده عامل فيها شاعر وطول الوقت عمال يكتب لها في شعر، بس هي مش معبره امه لانها طول الوقت هيمنه بالمدرب. وحتى في عز قعدتها مع ابوها هم بياكلوا عماله تقلب في صورهم مع بعض، وفضلت طول الليل سهرانه وعماله بترسم له اشكال على الزلط عشان تقدمها له هديه لانهم تموا 100 يوم في علاقتهم. فصاحبتها قالت لها كده مش مطمنه، اوعي يا بنتي يكون غلط معاكي، اسمعي كلام اختك وخليكي بنت تقيله كده، واوعك تدوا له اكتر من البوسه الله يفضحكم انتوا الاثنين. ولسه ما لحقتش تفرح بالهديه اللي جايبها له، لقت اللي بيحب لهم جاي لهم جاري وقال لهم جايب لكم خبر بمليون جنيه، ووراهم فيديو للمدرب بتاعها وقال لها شوف المدرب اللي انت سبتيني عشانه بيخونك مع واحده تانية. فاتصدمت اول ما شافت الفيديو، ويا دوبك دخلت الفصل وما لحقتش تريح، النار قدت في جتتها تاني، وطلعت بسرعه على المكان اللي شافته فيه في الفيديو عشان تتاكد اذا كان راح هناك ولا لا، لان صورته ما كانتش واضحه قوي في الفيديو. بس صاحب المكان طردها وقال لها ما اعرفش حاجه، ورجعت البيت وهي مخنوقه، ويا دوبك لسه ما خدتش نفسها اتفاجئت بالعروسه اللي طالعه لها. فاتصدمت اول ما شافتها، وطلعت انها مرات ابوها ووقع عليها من منغوليا واتعرف عليها من سنه من خلال الشات. فقالت له وهي مخنوقه بقى هي دي اللي كنت بتسافر وتسيبني عشانها، وسابته ودخلت وهي مخنوقه. فمرات ابوها اتخنقت بشفافها اللي عامله زي البوسه دي. ولما رجعت المدرسه تاني يوم بقى كل همها عايزه تعرف المدرب بيحب مين. فالواد ده اللي بيحبها قال لها انا اللي هجيب لك قطرها، وده لانه اساسا عايز يبعد المدرب عنها باي طريقه. بس هي قالت له عمره ما هسيبه عشان واحده، انا عايز اعرف هي مين عشان ابعد عنه بس، لان للاسف عمري ما هقدر انفصل عنه. وتاكدت اكتر انه بيخونها مع واحده تانية لما اجل الميعاد اللي بينهم لوقت تاني، وعشان كده بعدت باك وراه يراقبه. بس الحزين لما راح وراه ما عرفش يلحقهم، فقعدت وهي مخنوقه. ولما قابلته في الميعاد اللي اتفقوا عليه قعدت تفتش العربيه بتاعته باللزق لحد ما لقت شعرايه. فقالت له مين اللي كان راكب معاك؟ فقال لها ده عربيه قديمه ومستعمله، واكيد الشعرايه دي بتاعت صاحبها القديم. فقالت له صاحبها شعره مموج، فطبعا بلع عليه وما عرفش يرد، وقال لها بقول لك ايه ما كفايه لحد كده، كل واحد فينا بقى يشق طريقه. ولانه شغال بعقد مع المدرسه فقالت له انا هسيبك بس لحد ما تتثبت في المدرسه وبعد كده يبقى لنا كلام تاني. وقالت له اعمل حسابك انا مش هبعد عنك ابدا. وقبل ما تمشي كسرت له مرايه العربيه، وراحت المدرسه تاني يوم وهي قلقانه، وبدات تدور في تيست الحمل لما افتكرت اللي حصل بينها وبين المدرب في شقته، وده لان البيريود اتاخرت عن ميعادها، فتاكدت انها حامل رسمي. بس قالت لصاحبتها انها مش هتقول له الا بعد ما ينتهي السباق ويتثبت، وهو كل ما بقى يشوفها في السباق بيتهرب منها. ولما رجعت البيت لقت ايفا مرات ابوها عامله لهم اكل، ولانها طبعا بقت حامل اول ما شمت الاكل قرفت منه. فالست مشكوره وبكل لطافه قالت لها لو عايزه حاجه تانية اعملها لك، بس هي اساسا مش طايقاها لانها حاسه انها بتلعب بابوها وعايزه تاخد منه قرشين وتهرب. بس ابوها طبعا ما سكتلهاش، ازاي طبعا تغلط في المزه بتاعته، وشتمها وهزقها هي. وبالليل وبعد ما ابوها نام راحت خدت المكنه بتاعته هي وزمايلها عشان الحزين باكي يتعلم عليها عشان تخليه يراقب المدرب بتاعها. بس الحزين اول ما ركب المكنه وقع بيها في الترعه، وبعد ما المكنه اتبهدلت رجعتها مكانها تاني. فايفا اول ما شافت المكنه راحت بسرعه عشان تطمن عليها، بس هي قابلتها بجفاء وقالت لها ما تقربيش مني وما تتدخليش تاني في حياتي، وبعدين انت ايش حشرك انت؟ بوظت حاجه ابويا شراها بفلوسه، بس اللي شراها بفلوسه طلع لها بالباسو. اول ما سمعها بتزعل المزه بتاعته وقعد يشتم فيها وكان هيضربها كمان لولا ايفا حشتها عنه. واول ما شاف المكنه كمان اتجنت اكتر وقال لها اعملي حسابك تحوشي لحد ما تشتري لي واحده تانيه. فضربتها له تاني برجليها وسابته ودخلت، وهي بتقول له ابو مكانتك على ابو ايفا.
ولانها شكت ان البنت اللي بيقابلها مدرسه من المدرسات، راحت لغرفه المدرسات وقعدت تراقب فيهم عشان تشوف اي واحده فيهم شعرها مموج، بس ما لحقتش تكمل لان مدرسه الانجليزي شافتهم، وعشان يهربوا من سؤالها قالوا لها ان هم كانوا بيجروا، فقالت لهم ركزوا في الدراسه شويه مش الجري اللي هيدخلكم كليه. فراحت المدرب لقيته بيجهز للمسابقه وعمال بيدهن في جدران الملعب، فقالت له ايه الفضل اللي انت فيه ده؟ انت محسسني ان احنا في الاولمبياد، وخلته مشغول وخدت التليفون بتاعه وفضلت تكلمه كتير وتساله عن البنت اللي بيقابلها، وسالته اذا كانت اخصائيه التغذيه، وده لانها مطلقه، بس برضه ما ردش عليها. واول ما قالت له البيريود اتاخرت فقال لها لا بقول لك ايه بطلي هزار، فقالت له هي المواضيع دي فيها هزار، لو عايز تتاكد تعال روح للدكتور وتاكد بنفسك. فاتصدم لانه حسها بتتكلم بجد وما كدبش خبر، وطلع صيدليه على طول عشان يجيب لها تيست الحمل، ولان باك كان بيراقبه فعايز يتاكد هو اشترى ايه، وعشان يتاكد دخل للصيدلي وقال له عايز 3 حاجات من اللي اخويا اشتراها. فاتصدم اول ما عرف انه اختبار للحمل وانهار من العياط لانه كان لسه عنده امل انه يرجع لها تاني، بس للاسف خلاص امل ماتت. ومع ذلك برضه ما حسسهاش باي حاجه، وشفر لها التليفون بتاعه وقدر يفتحه، ولما فتحت التليفون اتفاجئت بالصور اللي عليه لانها اتفاجئت انها مدرسه الانجليزي، فما ضيعتش وقت ورنت عليه على طول وخلت بارك يكلمه على اساس ان هو لقى التليفون، وطلبت منه يقابله عشان يديهوله. ولما راحوا له اتفاجئت ان المدرسه قاعده معاه، وهو اول ما شافها اتصدم، واتفاجئت كمان انه مقعدها مع والدته، يعني رسمي بيبيعها وخلاص بيرتبوا مع بعض عشان يتجوزوا، بس طبعا اتخنقت وما قدرتش تتكلم. بس المدرسه اتصدمت من رد فعلها لانها سابتهم وخرجت وهي متضايقه، فاتقابلوا تاني وهم مخنوقين، وادالها كمان اختبار الحمل عشان تتاكد. فاول ما شافته اتصدمت، فقالت له ما شفتش اجمل من كده هديه، وخصوصا كمان انها اول هديه، وسابته ونزلت وهي مخنوقه، وقبل ما تمشي كسرته المرايه تاني، وفضلت تجري في عز المطر لوحدها، ويا دوبك بس واقفه طولت نفسها لقيته سابها ومشي وما اهتمش بيها، فكملت جري تاني وهي مخنوقه، وافتكرت اول لقاء بينهم وانها وقعت في حبه بس عشان شكر فيها لما لقاها تجري كويس، وان هو اول شخص يشجعها ويقف جنبها. ولما قامت من النوم لقت ابوها هو اللي بيساق البيت، واتفاجئت ان ايفا جايبه لها عجله هديه، فتعصبت عليها وقالت لها مين قال لك تشتري لي هديه؟ ما انت مش دافع حاجه من جيبك. فابوها حاول يلطف الامور بينهم، فقال لها الست بتحاول تتقرب منك فاشترت لك هديه، فصعب عليك تكون لطيفه المره واحده. فسابت كل كلامه وقالت له ما انتش كبير على الكلام ده، قايم من النوم وعمال تساق لها في البيت. فقال لها يا بنت انا اتخنقت منك، انت بتعملي كده ليه؟ لو مش عاجبك العيشه معايا شوفي لك مكان تاني وعيش زي ما انت عايزه. بس يونج جريئه وقالت له اسيب بيتي ليه؟ انت المفروض اللي تطلع منه، والمفروض لما كانت والدتي عايشه كنت تعاملها كويس زي ما انت بتعامل الهانم بتاعتك دلوقتي. فابوها اتصدم من كلامها، ولانها عايزه تبعد المدرسه عن المدرب فبعتت لها صورهم مع بعض، بس المدرسه خدت الموضوع ببساطه لانها عارفه انها عيله مراهقه. وحتى لما مدير المدرسه قابل الطلبه بتوع السباق عشان يعني يشجعهم على المسابقه شكرت فيها جدا للمدير، ولان يونج الموضوع دلوقتي بالنسبه لها بقى حياه وموت لانها خلاص بقت حامل. فقابلت المدرسه وقالت لها انا اللي قابلته الاول وانت دلوقتي بتخونيني معاه، فاستهترت بكلامها بالصوره، وقالت لها كمان تعالى نتصور انا وانت صوره. بس يونج اساسا مش طايقاها وما رضتش تتصور معاها، وقالت لها دلوقتي ما اقدرش انفصل عنه، بس برضه ما قالتلهاش انها حامل. فابعد انت لان مش هستسلم ولا هسيبه، وبعدين في سنك ده ومش مكسوفه من نفسك عشان تسرقي حبيبي مني. بس برضه المدرسه خدت الموضوع ببساطه وما رضتش تعمل عقلها بعقل عيله وسابتها ومشيت. وزميلتها في الوقت ده راحت جابت المدرب من بيته وقالت له خليك راجل وقف جنبها وما تتخلاش عنها. وفي نفس اللحظه كمان توصل مرات ابوها، ولما خرجت من المطعم لقيتهم كلهم واقفين، واول ما شافت ايفا قالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فقالت لا مفيش ده مصلحه وبخلصها. وعشان صاحبتها تسيبهم يتكلموا مع بعض خدت مرات ابوها ودخلوا المطعم، واول ما قعدوا مع بعض قال لها انت ليه قابلت مدرس الانجليزي وكمان بعتلي زمايلك البيت؟ وسالها برضه عن الاختبار، ولانها لسه بنوته وعلى الفطره ادت له اكل عشان ياكل، بس هو رفض ياخده منها. وقعدت تحكي له معاناتها مع اهلها وان طول الوقت كانوا بيتخانقوا قدامها، وبعد ما والدتها جالها مرض ابوها ما بقاش يتكلم معاها اساسا. ولما التعب زاد جدا على والدتي طلعت بسرعه عشان ادور على ابويا، فاتفاجئت ان والدتي خرجت لوحدها من البيت، وفي الوقت ده ظهر عشقها ومفيش ثواني سابتني ومشيت معاه، ودي كانت اخر مره شفتها فيها. وفي جنازتها حتى ما قدرتش اعيط عليها، بس يا ريتني اتمسكت بيها لان من وقتها وانا بتألم في حياتي. بس هو كان رد فعله اغرب، ما عبرهاش وسابها ومشي. فقعدت تبص له وهي مكسوره، ولانها شكت برضه في مرات ابوها لانها قابلتها عند المطعم وفكرت انها خلاص خدت لها قرشين من ابوها بقى وبترتب بقى عشان تهرب، وعشان كده رجعت البيت وقعدت تفتش في حاجتها. واول ما رجعت ايفا قالت لها انت شكلك خدت فلوس من ابويا عشان تهربي بيها، بس ايفا ما اهتمتش بكلامها وقالت لها في شكوى جايه لنا من المدرسه عشانك وانا اللي هروح مكان ابوكي، فقالت لها ما تتدخليش في حياتي تاني واياكي تاخدي فلوس ابويا وتهربي. ورمتها بحاجه وقالت لها انت ليه ماشيه ورايا؟ لما ابويا يرجع هقول له انك خرجت من وراه. فشدوا مع بعض وكسرت لها الهديه اللي كانت جايبها لها قبل كده. وطبعا المدرسه بعد ما اتهانت من طالبه عندها قابلت المدرب حبيب القلب وقالت له ازاي تعمل فيا كده، بس هو حيوان وجبان وما رعاش البنت خالص، وكل اللي فارق معاه زعل الست بتاعته، وقال لها ما تزعليش مني على اللي حصل وقريب جدا احل الموضوع ده خالص. فقالت له انجي زي سيد الرجاله اديني مستنيه. وبعد ما يونجي سابت البيت بعد ما اتعاركت هي وايفا راحت تفتش في اوضتها فلقت الباب مقفول، فدخلت من الشباك وقلبت الاوضه لحد ما لقتها مخبيه اختبار الحمل. فاول ما شافته اتصدمت
وهي في نفس الوقت كانت عند صاحبتها، واكتشفت اساسا انها ما كانتش حامل ولا حاجه، وان اللي حصل لها ده كان تغيير في الهرمونات. وتاني يوم في المدرسه واثناء ما بيجهزوا للمسابقه، ايفا راحت لها المدرسه وقابلت مدرسه الانجليزي وادتهم كمان صندوق عشان يدوا للمدرب. فزميلها شافها وهي داخله معاها، وطلع ان ايفا كانت موجوده عند المطعم لان المدرسه كلمتها عشان تقابلها، وهي كمان اللي طلبت منها تفتش في غرفتها، وطلبت من ايفا ان ابوها لازم كمان يجي المدرسه. فيونج اول ما شافت الصندوق حست انه من عندهم، فجالها زميلها كمان واكد المعلومه وقال لها ان ايفا موجوده جوه مع المدرسه، فسابت المسابقه وطلعت تجري عليهم. وفي نفس الوقت المدرسه بتقنع ايفا ينقلوها مدرسه تانية، وده لانها عايزه الجو يفضلها وعشان تخوفها عليها اكتر. قالت لها انت شفت الصور بنفسك وعايزين نلم الموضوع قبل ما الفضيحه تنتشر في المدرسه كلها. بس ايفا طلعت ست محترمه وقالت لها يا ريت تخلي بالك منها لحد ما نشوف قصه نقلها، وبعدين ما يمكن هم اساسا بيحبوا بعض. وقبل ما يكملوا كلام دخلت عليهم يونج وعيونها بتطق شرار، وقالت لايفا اديك سمعت بنفسك، الراجل ده انا بحبه ومش هسيبه. والحيوان واقف يقول لها لا ما حصلش. والمدرسه قالت لها انا حاسه بيها لانها دلوقتي في مرحله المراهقه، وقالت تكلم ايفا على انها والدتها بحيث يعني يساعدوها تتخطى المرحله. بس طبعا يونج مش عاجبها الكلام ده، ورمت الصندوق اللي جايباه ايفا على الارض، وقالت للمدرسه انت مين عشان تتدخلي في حياتي كده؟ فالمدرسه فقعتها جزء اقلام وش وظهر. فيونج تسكت بقى لا طبعا وعشان تبعد عنه خالص. فقالت لها من الاخر كده انا حامل، فشوفي لك سكه تانية انت بقى. وقالت للمدرب بتاعها انت ساكت ليه ما تتكلم يا غبي؟ فمدرسه الانجليزي ما عجبهاش اهانه حبيبها، قالت لها مالك يا بنت انت مش لاقي حد يلمك؟ انت ازاي تتكلمي معانا كده؟ انت فاكرانا اصحابك ولا ايه؟ فيونج مسكتها من شعرها ومرمطت بها الارض وحشوها عنها بالعافيه. ولان المدرسه كرامتها انهنت على الاخر فقامت ترد اعتبارها وراحت تضربها تاني. بس المفاجاه بقى ان اللي حماتها ايفا، وهي اللي خدت القلم مكانها، ولانها حست ان المدرسه هتضربها تاني فزقتها بعيد عنها لحد ما وقعت على الارض. ويونج واقفه طبعا مش مصدقه اللي هي بتعمله عشانها. ولما المدرب راح يوقفها فزقت ايده وقالت له اخفى في داهيه، جبت لي الاهانه كانت معرفه سودا، وطلعت همها عليه وضربته بالقلم. وبعد ما هي مشيت يونج كمان راحت تضربه بالقلم، فمسك ايدها وقال انتوا جايبين تمرمطوني هنا ولا ايه؟ ولانها حست انها عملت كل محاولاتها عشان تخليه معاها، وطول الوقت حست انه مش باقي عليها، وقالت له انا مش حامل، وسابتهم وطلعت وهي مكسوره وحزينه. ولما رجعت البيت لوحدها قعدت وانهارت من العياط. واخر اليوم راحت لها ايفا وادتها تحويشه عمرها، وقالت لها دي كل الفلوس اللي كانت معايا في منغوليا، اصرفيه وتدلعي وما تزعليش ابدا. ولانها كانت بتكلمها بالانجليزي مش بالكوري فعملت نفسها انها مش فاهمه كلامها، وقالت لها انت اتعلمت الشتيمه دي فين؟ ولما ابوها شاف اللي هي بتعمله فرح بيها لانه حس ان اختار زوجه كويسه. ومش بس كده، ده خلته يدخل لها الاوضه بالعلاج بتاعها، وبالفعل دخل واداها علاجها وشرح لها اللي حصل وهي ما كانتش وعياله. وقال لها لما كان عندك سنه والدتك كانت عايزه تاخدك وتمشي، بس انا ترجيتها كتير عشان تخليكي لحد يعني ما تدخلي المدرسه. قلت يمكن في الفتره دي تغير رايها، بس للاسف ما اهتمتش بكلامي وعاشت معايا طول عمرها. عمرها ما ضحكت لي ابدا، واول مره تضحك لما شافت عشيقها، ودي بالنسبه لي كانت اصعب فتره عشتها في حياتي. ولما والدتك تعبت والمرض زاد عليها ما تخليتش عنها وجبت قرض عشان اعمل لها العمليه، وانا عارف ان العمليه مش هتقدم ولا هتاخر، بس كان لازم احاول. بس في النهايه سبتها تاخد الفلوس وتمشي عشان تكمل حياتها مبسوطه. وطول الوقت كنت بدور على ام كويسه ليكي عشان تاخد بالها منك، بس للاسف انت كبرت بسرعه قبل ما الاقيها. وقال لها امنيه حياتي ان اشوفك دايما مبسوطه قدامي. فحست ان هي ظلمت ابوها معاها، وظلمت كمان ايفا معاها بعد كل اللي هي عملته عشانها. واول ما حست ان هم ناموا وراحوا في النوم دخلت حطت لها الفلوس في اوضتها لانها حست انها انسانه طيبه وكويسه. وتاني يوم راحت المدرسه عشان تبدا حياه جديده خاليه من حب المدرب اللي اكبر منها يجي ب 10 15 سنه. وحست ان حبها ليه كان هوس كان هيدمر لها كل حياتها. وبعد ما ابوها فهمها الحقيقه ووجود كمان ايفا جنبها حست بالراحه شويه اللي ياما دورت عليها في عدم وجود الام اللي قاست في عدم وجودها. وبكده تخلص قصتنا. اتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك واشتراك بالقناه عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.